كان في فرخة صغيرة حمراء عايشة في مزرعة مع 3 أصحابها، الكلب كسلان والقطة النعسانة والبطة الصفرة الرغاية. وفي يوم من الأيام وهي ماشية لقت شوية حبوب قمح على الأرض، وجات لها فكرة. قالت أنا عايزة أزرع الحبوب، وراحت لأصحابها تقول لهم بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، مين هيجي يزرع معايا القمح؟ رد عليها الكلب الكسلان قال لها وو 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 مش أنا. وردت عليها القطة النعسانة قالت لها مياو مش أنا. وردت عليها البطة الصفرة الرغاية كواك 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 مش أنا. قالت لهم أنا هزرعها لوحدي. وراحت زرعت القمح وسقته، واستنت شوية لغاية ما القمح طلع سنابل. راحت لاصحابها تقول لهم بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، مين هيجي معايا يحصد القمح؟ رد عليها الكلب الكسلان وو 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 مش أنا. ردت عليها القطة النعسانة مياو مش أنا. وردت عليها البطة الصفرة الرغاية كواك 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 مش أنا. قالت لهم أنا هعملها لوحدي. وراحت حصدت القمح ولفته وربطته، وراحت لاصحابها تاني قالت لهم بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، مين هيجي معايا نودي القمح للطاحونة؟ رد عليها الكلب الكسلان وو 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 مش أنا. وردت عليها القطة النعسانة مياو مش أنا. وردت عليها البطة الصفرة الرغاية كواك 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 مش أنا. قالت لهم أنا هوديها. وأخدت رباطات القمح وطلعت بيهم على الطاحونة، وطحنتهم في الطاحونة لغاية ما بقوا دقيق، وجرت شوال الدقيق لغاية ما وصلته عند الفرن. وراحت لاصحابها قالت لهم بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، مين هيجي معايا نخبز العيش؟ رد عليها الكلب الكسلان قال لها وو 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 مش أنا. ردت عليها القطة النعسانة مياو مش أنا. وردت عليها البطة الصفرة الرغاية كواك 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 مش أنا. كالعادة أخدت بعضها وراحت عجنت وخبزت وحطت العيش في الفرن. وشوية وريحة العيش طلعت ملت الدنيا. عيش طازة سخن لسه طالع من الفرن. يام. وصلت الريحة لمين؟ للكلب الكسلان والقطة النعسانة والبطة الرغاية. الكلب قام نفض من على نفسه الكسل، والقطة قامت اتمطعت من النعس، والبطة الرغاية وقفت رغي. وجري هما ال3 عند الفرخة. لما شافتهم الفرخة قالت لهم بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، مين هياكل معايا العيش؟ ردوا ال3 في نفس واحد أنا. قالت لهم لا، أنا اللي هاكل لوحدي، أنا اللي زرعت وأنا اللي حصدت وأنا اللي طحنت وأنا اللي خبزت، وأنا هاكل لوحدي. وقعدت تاكل في العيش لوحدها. ها إيه رأيكم؟ تأكل معاها أصحابها ولا لأ؟ اكتبوا لي بالتعليقات. أنا يعني شايفة إن لو أصحابها حسوا بغلطهم واعتذروا لها مفيش مانع إن هي تشاركهم، ولا إيه رأيكم؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة. وإذا عجبتكم الحدوتة دوسوا دوسة صغنطوطة على كل الزراير المحطوطة على هذه الشاشة المفتوحة على قلوبكم الطيوبة. أشوفكم المرة الجاية. سلام.